لو حضرتك بتفكر تيجي اسكندرية عشان تصيف السنة دي فالفيديو ده مهم جدا جدا بالنسبة لك. احفظ الفيديو معاك على التليفون قبل ما تيجي اسكندرية. وكمان لو حضرتك من هنا من اهل اسكندرية وبرضو عايز تروح شواطئ وعايز تعرف ايه الشواطئ اللي شغالة، خليني اقول لك ده اكتر سؤال بيتسأل لي في الايام اللي فاتت. فالفيديو ده مهم جدا، كمل الفيديو معانا للاخر. زي ما حضراتكم شايفين بدأنا الفيديو من شارع قناة السويس، ده يعتبر المدخل الرئيسي لاسكندرية واللي من خلاله بنقدر نوصل لأي مكان في اسكندرية. وبالتحديد هنكمل لآخر النفق اللي احنا ماشيين فيه ده، هنطلع على كورنيش اسكندرية عشان ناخد جولتنا النهاردة. هنتعرف على مجموعة الشواطئ اللي شغالة بالأسعار. كمان خليني أقول لك هناخد اسكندرية من شرقها لغربها، مش هنسيب شاطئ شغال غير لما حضرتك تعرف كل حاجة عن الشاطئ ده. النفق ده اخره يطلعنا على طريق الكورنيش واللي من خلاله نقدر نوصل لأي شاطئ عايزينه. اسكندرية فيها شواطئ كتير جدا جدا شغالة، وفعلا موضوع التوسعة ده هيفرق معانا جدا. وعشان نكون عارفين وكمان نكون واضحين مع بعض، شواطئنا في اسكندرية كتير، عدى واحد وادي التاني، وهوري حضراتكم كمان شواطئ لسه كمان معانا النهاردة في خلال الحلقة. ولكن ان شاء الله لازم تشرفني حضرتك بالاشتراك لو اول مرة بتشوفني، ولو حابب تعرف كل جديد عن اسكندرية. زي ما احنا بنشوف العديد والعديد من الشواطئ اللي شغالة في اسكندرية، في منها اللي كان موجود وفي اللي تم افتتاحه بعد انتهاء اعمال التوسعة في المنطقة اللي هو موجود فيها. بعد ما تشرفنا بالاشتراك هننزل نصلي مع بعض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عشان ناخد ثواب انا وحضراتكم. وحوريك مجموعة كبيرة جدا من الشواطئ. اكيد اهو انا كده بدأت ادي حضراتكم فكرة صغيرة عن مجموعة الشواطئ اللي هنتكلم عنها. والبداية معانا النهاردة منين؟ بدايتنا من المعمورة الشاطئ. المعمورة الشاطئ متاح فيها طبعا شواطئ جميلة جدا. المعمورة يا جماعة موجود فيها شاطئ عام وشاطئ خاص. هتقولي عام ده ببلاش، هقول لحضرتك لا. المعمورة الشواطئ كلها الفئات اللي موجودة فوق ال100 جنيه، ولكن الشاطئ الأقل في السعر بيسموه الشاطئ العام هنا في المعمورة. وكمان بتدفع 30 جنيه. ال30 جنيه دول سعر دخول الفرد من على بوابة المعمورة. يعني حضرتك عشان تكون عارف انت بتدفع بوابة 30 جنيه وبتدخل تدفع لكل فرد بقى ايا كان سعر الشاطئ. ولكن الشواطئ كلها فوق ال100 جنيه، 120 150. ولكن المعمورة تعتبر كأنها قرية مستقلة بحد ذاتها. خليني اقول لحضراتكم انتقلنا بسرعة ورحنا لشرق اسكندرية، اخر شرق اسكندرية، ودي اخر شواطئ موجودة في شرق اسكندرية، شواطئ ابو قير. ابو قير تعتبر الشواطئ الشرقية اللي احنا موجودين فيها دي من اكتر الشواطئ اللي فيه اقبال عليها. كمان اسعار التذاكر هنا بقى مختلفة ازاي؟ هقول لحضرتك شاطئ زي اللي احنا فيه ده نظامه مختلف، مش بالكرسي. هنا هنلاقي ترابيزة واربع كراسي وشمسية يوم الجمعة ب150 جنيه، وباقي ايام الاسبوع ب120. هتقولي الاسعار غالية، هقول لحضرتك كمان في شواطئ زي اللي احنا شايفينها معانا التذكرة ب15 جنيه للفرد، والاقبال زي ما انت شايف انا بصور لك من ارض الواقع 15، وفي شواطئ ب20 لحد ما توصل 30 جنيه. فابو قير موجود فيها جميع الفئات، تقدر تيجي ابو قير في اي وقت جميع ايام الاسبوع. وحالة البحر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، ومفيش اي تأثير من المشروعات اللي كان بيتم تنفيذها. الاقبال اصبح كبير جدا جدا. وعايز اقول لحضراتكم النهارده في اصدقائي قالوا لي احنا رحنا نجرب ابو قير، فعلا ابو قير ممتازه جدا جدا. والحمد لله اننا بنقدر نفيدك بمعلومات عن ابو قير، جنه شرق اسكندريه المنسيه. دلوقتي هننتقل لشاطئ تاني ومجموعه من الشواطئ المجاوره ليه. رحنا فين دلوقتي؟ رحنا منطقة المندرة. وزي ما حضراتكم عارفين المندرة كان بيتم فيها مشروع توسعة كورنيش اسكندرية المرحلة الأولى، ولكن قبل عيد الأضحى الماضي تم افتتاح مجموعة من الشواطئ، منها الشاطئ اللي احنا شايفينه. المندرة حضرتك وانت جاي من عند سور المنتزه أول شاطئ هيقابلك ده شاطئ جويل المندرة، وده تابع للقوات المسلحة. سعر الشاطئ 100 جنيه للفرد، جميع ايام الاسبوع الشاطئ شغال مفيش اي مشكله. من بعد كده هنلاقي مجموعه من الشواطئ، ودي اللي كانت شواطئ المندره او طاحونه المندره، المندره العام. دول بيبتدوا معانا من 30 جنيه ثم 25 20 لحد ما هنوصل ل5 جنيه شاطئ المندره العام.
الشواطئ في اقبال كبير جدا عليها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وكل الشواطئ اللي ان شاء الله هنتكلم مع حضراتكم عنها مصور لك من داخل الشاطئ عشان تكون الصورة واضحة. انتقلنا لاكتر شواطئ اسكندريه من حيث الزحام، ده شاطئ البوريفاج، والشاطئ ده بالوضع اللي حضراتكم شايفينه باستمرار. الشاطئ ده موجود فين؟ موجود امام شارع 45 بمنطقه العصافره. ده وضع الشاطئ طول ايام الاسبوع، ولكن يوم الجمعه وكمان ممكن نقول يوم الخميس ويوم الاحد، الثلاث ايام دول بالتحديد الشاطئ هنا بيبقى ممتلئ زي ما احنا بنشوف اهو مع بعض في الصورة. سعر دخول الفرد لشاطئ البوريفاج 25 جنيه، ويمكن ده السبب في الإقبال الكبير. تم تطوير الشاطئ في العام الماضي، الشاطئ هنا كان مختلف تماما، وبالتالي تم إنشاء الممشى السياحي الجديد اللي موجود أمام شارع 45، والشاطئ تقدر توصل له من أي مكان في اسكندرية، وأشهر شاطئ موجود فعليا داخل اسكندرية. ودلوقتي هننتقل لشاطئ تاني. دلوقتي بقى روحنا شاطئ محمود سعيد. شاطئ محمود سعيد ده الشاطئ المجاور للممشى اللي موجود امام شاطئ 45 او امام شارع 45 عفوا، وده الشاطئ المجاور تماما لشاطئ البوريفاج، والشاطئ بيعتبر كأنه جزيرة صغيرة او حمام سباحة، والشاطئ مميز جدا. اتحركنا كده اكتر ورحنا عند شواطئ ميرامار، ودي الشواطئ اللي موجودة في بداية منطقة سيدي بشر بعد نادي السيارات مباشرة. في اتجاهنا كده لمنطقة سيدي بشر هتلاقي شواطئ ميرامار، سعر الفرد فيها 15 و20 جنيه، والشواطئ بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. جميع شواطئ اسكندرية خلاص أصبح الإقبال مباشرة على الشواطئ حاليا. اسكندرية مصيف العائلات زي ما احنا بنشوف اهو يا جماعه. كل الشواطئ اللي انا بقول لحضرتك عليها دي شغاله، وكلها فئه الاسعار 15 و20 جنيه، وخلاص داخلين على شاطئ سيدي بشر المميز، واللي ايضا من اهم الشواطئ اللي موجوده عندنا في اسكندريه. ده سيدي بشر المميز، واللي موجود مباشرة أمام مسجد سيدي بشر على طول، وبعديها على طول هتلاقي أعمال التوسعة شغالة زي ما حضراتكم شايفين. انتقلنا كمان موجود عندنا شاطئ جليم العام. ده شاطئ جليم العام اهو موجود، والشاطئ ده نسيناه تماما وبقالنا كتير ما اتكلمناش عنه. شاطئ جميل جدا والمية نظيفة فعلا. انا دخلت كده بجوار الشاطئ وشفته، فالشاطئ ده من الشواطئ الجميلة جدا، شاطئ جليم العام. دلوقتي كمان هنروح لمكان تاني مهم جدا جدا، وده من اكتر الشواطئ اللي اتسألنا عنها، شاطئ استانلي. كده احنا موجودين اعلى كوبري استانلي، وابراج استانلي موجودة قدامنا. سعر دخول الفرد في شاطئ استانلي 25 جنيه. كمان الناس بتسأل عن موضوع ايجار الكباين. الكباين بقى سمعنا اسعار 300 350، ده سعر اليوم الواحد في الكباين اللي موجودة هنا عندنا في ستانلي. وخلينا اقول لحضراتكم ان ستانلي بقى سعر التذكرة 25 جنيه، ولكن الشاطئ ده من الشواطئ المفتوحة. انتقلنا بقى دلوقتي للشاطئ المجاور لكازينو الشاطبي، واللي موجود في منطقة الشاطبي بالتحديد. ده سعره كام؟ بنسمع بقى اسعار مختلفة، ولكن انا ما اقدرش اقول لحضرتك سعر معين، ولكن الشاطئ نضيف جدا جدا، والقعدة مميزة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه اهو. كده بقى انتقلنا لاول شاطئ هيقابلك اول ما تدخل اسكندريه، شاطئ السلسله اهو. ده شاطئ السلسله، اول شاطئ موجود في مدخل اسكندريه بنهايه شارع قناه السويس، والشاطئ ده سعر الفرد فيه 15 جنيه، ومساحته الرمليه صغيره، والشاطئ مميز جدا جدا، وكمان الميه فيه نضيفه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بسبب الامواج. انتقلنا بقى ورحنا فين؟ رحنا لحد شواطئ ابو العباس وشواطئ بحري. زي ما احنا بنشوف هنلاقي بقى بعد ما نعدي المنشية مجموعة من الشواطئ بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ادي بوابات اهي شواطئ، كل دي شواطئ موجودة قبل مسجد المرسي ابو العباس. هتعدي ابو العباس هتلاقي الشواطئ اللي قدامك، ودي تعتبر الشواطئ النهائية قبل ما تدخل على منطقة بحري وتدخل على شواطئ بحري اللي في النهاية قبل القاعدة البحرية. دي بقى من الشواطئ اللي انا ما اقدرش اقول لحضرتك سعرها كام، لان طبعا الشواطئ دي ملهاش سعر معين، معرفش وما سألتش بكل صراحة.
كده بقى نكون نهينا النهارده يومنا يوم الجمعة، جمعة مباركة على حضراتكم، كل عام وأنتم بخير. من طبعا شواطئ اسكندرية بالكامل. احتفظ بالفيديو لو حابب تيجي اسكندرية، حاول تشوف كل الشواطئ المتاحة. أتمنى ما كنتش طولت عليكم، هتوحشوني جدا جدا، وأتمنى مصيف سعيد لكل ضيوف اسكندرية. دمتم في حفظ الله وأمان.